السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتني كتير من الفيديو اللي فات. لسه بقى عاوزة اقول اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنعمل بقى صينية سمك النهاردة زي ما انتم شايفين كده، شكلها تحفة وشكلها يفتح النفس قوي. اول حاجة انا جبت كده سمك الماكريل ده او السمك الروسي، وبدأت ان انا انضفه. جبت المقص كده وبدأت ان انا انضفه وافتح بطنه واطلع اللي فيها كده. كنت بطلعها بالبوس كده بتاع المقص عشان هي كانت متلجة وما كانتش راضية تطلع، زي ما انتوا شايفين كده اهو. نضفه كويس جدا، وبعدين الراس ديت انا هقطعها، وبعدين بقى بغسله كويس وبطلع الدم المتجمد كده اللي ما بين اللحم وبعضه اللي في النص ده. انا هنا بقى كنت رايحه اعمل حركه بقى، بصوا على الحركه دي. بص كده على الحركه دي. لا، الحركه باظت، اعملها تاني. بصوا عليها كده. لا، المره دي بقى نفعت، بس هتتظبط شويه كده. خلاص نضفناه وغسلناه زي ما انتوا شايفين كده وقطعت دماغه. لسه بقى في حتت كده سمرة، هغسلها بقى كويس تحت المية تاني وهنقعه بقى في دقيق. زي ما انتوا شايفين كده بقى هبدأ ان انا اطلع بقى الدم اللي بيبقى متجمد ده في قلب السمك كده، واشيل بقى الحتت السمراء اللي بتبقى فيه ده، وهنقعه كده في دقيق وخل وملح وليمون. وهسيبه مش هسيبه كتير علشان انا مش عاوزاه يفك معايا، علشان ما يتهرش معايا وانا ما يتهرش مني وانا شغالة فيه يعني. اغسله بقى كويس وارجع لكم تاني. خلاص غسلت السمك كده كويس بليمون ودقيق زي ما قلت لكم، وجبت بقى الخضار بتاعي اللي انا هعمل بيه السمك. غسلته كويس كده، همسكه بقى اقطعه. اسفين بقى لو الاضاءة مش حلوة عشان النور كان قاطع وانا كنت شغالة على الفلاش بتاع التليفون. امسك بقى الخضار ده كده اقطعه. معايا فلفل وطماطم وبصل وليمون، ومعايا كده قرن من الفلفل الحامي. انا مش هحطه كله عشان لقيته حامي قوي. خرط بقى الطماطم بتاعتي اقطعها مكعبات صغيرة. الطريقة ديت في السمك المخلل ده تعجبكم جدا، يا رب ان شاء الله تجربها وتعجبكم. هنا السكينة دي ما كانتش حامية كفاية، فانا هجيب واحدة تانية. هقطع بقى كل كمية الطماطم اللي معايا ديت وارجع لكم تاني. خلاص اقطع بقى الفلفل، ولو في كمان متوفر عندك جزر ممكن تحطي، هيبقى حلو برضو وجميل جدا. اقطع برضو الفلفل كده مكعبات صغيرة. اقطع برضو الفلفل وارجع لكم تاني، واقطع البصل. خلاص قطعت كله كده على بعض اهوت. وهجيب بقى طبق واضيف فيه كل الخضار اللي انا قطعته ده، واحط عليه البهارات اللي هي هنشوفها مع بعض دلوقتي. هفضهم كده في طبق اقدر ان انا اخلطهم مع بعض فيه زي ما انتوا شايفين كده. واحط بقى التوابل بتاعتي، هحط كزبرة وكمون وفلفل اسود والملح. كزبرة، كمون، نص معلقة كده او ربع معلقة كبيرة، والملح والليمونة. هدعكم بقى كويس كده بايديا، طبعا انا ايدي نضيفة. هدعكم بقى كده كويس. انا كده اشتغل بالمعلقة بس مش نافع، فانا هدعكم بايديا. طبعا احنا اللي هناكل وايدي نضيفة يعني، لو محدش يقول يا ولا كده، انا غاسلة ايدي كويس. هضيف بقى كده معلقتين من الزيت، مش هكتر زيت يعني.
وهبدأ بقى ان انا اخلطهم كده بايديا. لازم اعمل كده علشان ادخل التوابل كلها في الخضار واخلطهم كويس مع بعض. وهبدأ بقى ان انا احشي السمك بتاعي وارصه في الصينية. هجيب بقى الصينية اللي انا هستخدمها. هحشي السمك الاول. لو انت عايزة تقفلي بطنه كده هتلف عليها خيط او تقفلها بخلة اسنان، لكن انا ايه، انا هستخدمها كده زي ما هي. هحشي كده السمك كله، وبقية الخلطة هحطها في ارضية كده الصينية، وارص فوقها السمك. كده اهوت زي ما انتوا شايفين. بقى اجيب الصينية، جبت الصينية كده اهي، تفضي بقى فيها بقية الخلطة اللي معايا، وارص السمك فوقيها وادخلها بقى وادخله الفرن على درجة حرارة عالية. انا كنت مشغلة الفرن من قبلها، وهسيبه بقى ايه لحد لما يستوي. ولما احس ان هو خلاص هينشف كده واخد وش من فوق، هروح قلباه على الجهة التانية عشان ياخد وش كمان ويطلع من الفرن ان شاء الله واوريهولكم. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش بقى تحط اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد. هدخله بقى الفرن زي ما قلت لكم، انا مشغله الفرن من ساعتها علشان يسخن. مش هغطيه ولا اي حاجه، وهعمل معاه شويه رز ابيض كده. هغسل الرز كويس لحد ما الميه بتاعته تنزل رايقه كده، ما فيهاش اي عقاره ولا اي حاجه بيضه. احطه في المصفى يتصفى. سبته كده في المصفى هو يصفي ميته كده. وتعالوا بينا بقى نروح على البوتاجاز. حطيت حله وحطيت فيها بقى معلقه كبيره كده من السمنه ومعلقتين من الزيت، وهسيبهم لما يسخنوا شويه والسمنه تفك وتسيح. هروح نازله فوقيها كده بالرز، او اشوحهم كده كويس مع بعض لحد ما حبيبات الرز كلها تتغلف كده بالسمنه. دي معلقه سمنه بلدي. هضيف بقى الرز اهوت واقلب فيه واشوحهم كده مع بعض لحد ما الرز يتغلف كلته بالسمنه. واحط له بقى الملح واسيبه لحد لما يستوي. حطيت كده اهوت شويه ملح من اللي هو الخشن ده. كده خلاص بقى هضيف له الميه. انا ما بعايرش يعني، انا بحط بالبركه كده كمان. انا بعمل على طول في ايدي، عارفه انا بحط ايه، وبيطلع العقد مظبوط. اغطي عليه بقى واسيبه لحد لما يستوي. شايفين بقى السمك بتاعنا خلاص استوى، طلع من الفرن واخد لون جميل، وريحته كانت قلبة الدنيا بجد. ريحته حلوة جدا وطعمه كمان جميل ومستوي. وكمان الخلطة اللي تحت دي تاكليها كده بالرز الابيض جميل جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا رأيكم فيها في التعليقات. شايفين بقى ولا الريحة؟ يا ريتكم تشموا الريحة، جميلة جدا.
مستنيه رايكم في التعليقات، وبحب ان اقرا تعليقاتكم جدا، بتسعدني وبتفرحني. شايفين بقى الجمال والحلاوه دي؟ شايفين السمكه مستويه وطعمها حلو جدا جدا. والخلطه بتاعتها جميله، مع طبق سلطه وشويه الرز اللي طبخناهم مع بعض. متنسوش بقى اللايك لو الفيديو عجبكم. شايفين الخلطه دي جميله؟ اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مستنياكم. مع السلامة.